اهلا بيكم يا جماعه في الكورنر بتاعي. متحمسه قوي لفيديو النهارده لانه اول فلوج على قناتي، وكمان من مكان بحبه جدا وهو حديقه الحيوان في الرياض. دي كانت اول مره اروح لها، بس عموما انا بحب اي مكان فيه حيوانات. متحمسه قوي اشارك معاكم اليوم الحلو ده. اتاكدوا الاول انكم عاملين لي سبسكرايب، ويلا نبدا من اول ما دخلنا الحديقه. بصوا بقى، أول ما تدخلوا هتحسوا إننا داخلين في لوحة فنية بألوان مبهجة. في وسط الألوان الحلوة دي بقى هتلاقوا أول حاجة الفلامينجو واقف كده بروقانه وهدوءه، وألوان بجد تفتح النفس. نيجي بعد كده بقى للغزال. كان في كذا نوع، ولاحظت إن في أنواع كده السور بتاعها كان طويل شوية وعليه شبك. فلما دورت كده في الموضوع عرفت ان غزال الجبل ده بيقدر ينط، عشان كده الأأمن ان هم يعملوا له سور عالي شوية، على عكس الأنواع التانية بتبقى متميزة أكتر في سرعتها في الجري. بعد كده بقى دخلنا عند الدب. موجود بره كده تمثال كبير بتتصوروا جنبه وتقارنوا حجمكم بحجمه. جوه بقى كده في مقارنة بين أنواع الدببة. هنا بقى كان في 2 دب، واحد بيتمشى كده وواحد شكله مش في المود خالص، لأن للأسف اليوم ده كان حر قوي. نيجي بقى لأكتر حيوان بحبه جدا. هتلاقوا كده منطقة اسمها المغامرة الأفريقية، دي فيها كل الحيوانات بقى زي الزرافة والغزالة والحمار المخطط، كلهم في مكان واسع كده مع بعض. بصي لولو، بصي الزرافة بتاكل ازاي. ايه شايفاها تاكل ايه؟ بتاكل في ده في النك الثاني والمكان ده بقى كان فيه النسر، بس هو للأسف كان واقف جوه كده مش عايز يتحرك خالص. الحيوان الغريب قوي ده بقى اسمه الوبر الصخري. كان في مجموعة هنا بتاكل جزر وتفاح. المجموعة التانية بقى كانت قاعدة ورا كده في الشمس مريحين خالص. المكان ده كان فيه الكانجرو، بس كلهم متجمعين جوه كده في الظل. استخرج الكبش من الصورة. أيوة، هو اللي قاعد جوه مستخبي بين الصخور وحيد كده ومش عارفة ليه. شوفوا بقى هنا النمس وشقاوته واللي مش مبطل حركة خالص. خدوا بالكوا بقى من كمية الأنابيب اللي عاملينها له دي، هتعرفوا دلوقتي لازمتها ايه. بياكلوا ايده. بصوا الشقاوة، عايز مسلي نفسه على الآخر. هنا كان الشمبانزي، شكلهم زهقانين كده مش عارفة ليه. وإنسان الغابة تقريبا كان فاقد الشغف، يعني زي الإنسان عموما يعني. بصي شايف اذا كده ده دون ده خلاص خلاص. نروح بقى لملك الغابة، واللي كان زيه زي باقي الحيوانات كده متضايق قوي من الحر. بصراحة اليوم ده كان غريب قوي، يعني من قبلها بيوم كان مطر طول الليل والجو كان بارد، فكنت متخيلة ان ده هيبقى جو مناسب قوي لحديقة الحيوان. بس اتفاجئت بقى بالشمس والحر لما نزلنا. عشان كده هتلاقوا معظم الحيوانات يعني ما كانتش اكتف دوك كده وبتتحرك زي نايم. العادي، وكمان عشان كنا اخر اليوم قبل ما الحديقة تقفل بساعة تقريبا.
تعال. بس القرود بقى لا تبالي، قررت تكسر روتين الكسل اللي بيعم الحديقة ده وتاخد جايزة أكتر حيوان أكتف ورايق في الحديقة. حتى شوفوا ده رايق خالص ازاي، بيقزقز لب بعد ما فضل يدور عليه وسط الأكل. صورت لكم بقى كل أنواع القرود الموجودة زي الجبون والمرموست والبابون والقرود العنكبوتية، بيبقى ليها أطراف طويلة كده وديل قوي، تقدروا تعتبروا كده طرف خامس للقرود دي. بجد أنا بحب أوي أتفرج على القرود لما أروح أي حديقة حيوان، بستعجب أوي فعلا من تصرفاتهم وحركاتهم، يعني سبحان الله طبعا. بس فكرة إني شايفة كائن ماسك موزة كده وبيقشرها بكل هدوء وياكلها، أو يمسك السوداني اللي بيكون ليه قشرة كده ناشفة يكسرها وبعدين يقشر قشرة السوداني نفسه وياكلها، بتخليني فعلا اندهش. مفيش حاجة فعلا تتقال غير سبحان الله. والله من جوالك. شوف شوف يدري انه شوف الرجال يقول لي شوف ريان لو سحب يدك اللي ترى قوي. شلون عادي بايع عمرك. شفت ريان؟ شوف ريان ذاك يدري مثلي. هذا الجبون لا يا سيدي شاف الرجال يقول انه ما في امل. ما دبل. ندخل بقى على شوية حيوانات شرسة كده زي الجاكور، كان فيه الأسود ده، وفيه المنقط اللي بجد شكله تحفة. في كمان الوشق الأحمر، وده كان أول مرة أشوفه وشكله مرعب قوي بالنسبة لي. يعني القطط اللي هي المفروض شكلها كيوت كده، مع إني حتى مش بحبها، بس كلنا متفقين إن شكلها كيوت كده وصغيرة. تخيلوا بقى لما تلاقوها ضخمة وبأنياب، بجد شكلها يخض. تحسوا كده إن دماغكم عملت ايرور شوية كده لما تشوفوها. بس شوفوا في الآخر طلع رومانسي. الضباع كمان كانت مش في المود وكانوا قاعدين يستجموا. النمر كمان عمل مسرحية. تعالوا بقى أخدكم جولة في المزرعة وحيوانات المزرعة الأليفة الكيوت دي. كان موجود سلاحف برية وسلاحف مائية كمان، وكان في بط، والماعز القزم ده كان صغير كده وكيوت قوي، وكمان الماعز، بس شكلنا جينا في وقت مش مناسب. كل الحيوانات كانت بتاكل في الوقت ده. تعالوا بقى هنا وسيبوا اللي بياكل وركزوا لي مع الفرخة دي. حد يفهمني يا جماعة ايه اللطافة دي بجد؟ ايه المشية دي وايه الريش اللي في رجلها ده؟ بجد كان شكلها كيوت قوي. لا ما تتخضوش من الضلمة، الفيديو لسه شغال. بس احنا داخلين على البومة، هي اصلا بتحب الهدوء والنور الخفيف، وكمان عينيها فيها خلايا كتير قوي بتساعدها تشوف احسن في الضلمة.
المكان ده بقى اللي كان نفسي يكتبوا عليه قبل ما ندخل ممنوع الكلام. ندخل كده ونستمتع بصوت الطيور مع المية. بجد مكان جميل قوي، كله طيور مختلفة وألوان تحفة. ايه اللي ماشي على الأرض أو اللي بيطير حواليك. وفوق كمان كان في زي بيوت خشب كده للطيور قاعدة فيها أو بتطير حواليها. تعالي هنا تعالي هنا شوف. كان في كمان بط صغير كده ماشي في المية في المكان. المكان بجد ساحر، وألوان الزرع مع الطيور وأصواتهم، كمان صوت المية كان عامل جو بجد حلو أوي. هنا بقى هعترف لكم اعتراف، أنا بجد بخاف من التمساح جدا، حتى وهو في مكان مقفول كده، بس بحس إن أنا مش مطمنة مش مرتاحاله، يعني هو عامل لي قلق وخلاص. شكله وهدوءه الغير عادي ده مش مريح أبدا، تحسه كده إنه تمثال من كتر ما هو ثابت. عارفين بقى إن حركته على الأرض مش سريعة قوي، بيكون أخطر وهو في المية. فتخيلوا كده وأنا واقفة قدامه دلوقتي حاسة بإيه. هنا بقى كان في النمر المخطط أبيض في أسود، ده كان أول مرة أشوفه بس كان شكله حلو قوي. وبعدين هنا كان في الهيبو أو سيد قشطة أو فرس النهر، يعني زي ما بتقولوا عليه. هو كمان ما كانش في المود يعني، بس كان في اتنين، في واحد في الناحية دي كده كان بيتمشى، وده التاني. ونختم بقى بحيوان الراكون، وده للأسف كان آخر حيوان نشوفه، لأن زي ما قلتلكم إن احنا كنا جايين متأخر، فكان في حيوانات ما شفناهاش بيبقى ليها مكان كده مخصص ندخل منه، وهي كانت قفلت في الوقت ده زي الأفيال وبيت الزواحف. وفي آخر اليوم بقى أحب أقولكم إن بجد الحديقة حلوة جدا والخروجة ممتعة قوي. المكان واسع وفي أماكن للقعاد، وفي أماكن كمان ممكن تشتروا منها مية أو أي مشروبات، بس خلي بالكم ما تجيبوش أكل وانتوا جايين، لأن أي أكل بيتاخد منكم على البوابة قبل ما تدخلوا. بالنسبة للحجز احنا عشان جينا في وقت كده ما كانش فيه أي فعاليات أو تبع موسم الرياض، احنا جينا عملنا سكان للكيو ار كود ده وحجزنا على طول ودخلنا. في كمان شباك من بره ممكن تحجزوا منه. وبكده بقى اليوم خلص، بجد مبسوطة قوي اني شاركتكم اليوم ده معايا. لو حبيتوا الفلوج ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا بعد كده باقي الفيديوز. استنوني بقى في فلوجز جديدة الفترة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.